الكاف يعاقب منتخبنا الجزائري بعد شجار لاعبين في المغرب بعد الإقصاء أمام نيجيريا. رسمياً الكاف يعلن عن عقوبات نارية ضد المنتخب الجزائري وجمهور الجزائر بعد تكسير وحرق ملعب مراقش امبارح بعد فضيحة خسارة الجزائر من نيجيريا والخروج من كأس أفريقيا، وفضيحة جديدة تسجل باسم نجم المنتخب الجزائري وقرار ناري من فوزي لقجع وعقوبات قوية من الكاف الإفريقي. قبل ما ندخل في أي تفاصيل، لو أنت محب وعاشق للمنتخب المغربي اضغط لايك على الفيديو واشترك في القناة. طبعاً اللي حصل في مباراة الجزائر ونيجيريا هو فضيحة بكل ما تعني الكلمة من معنى. أولاً الجزائر خسر هذه المباراة لأنه لا يستحق المكسب صراحة. المنتخب النيجيري مسح بكرامتهم الأرض. منتخب نيجيريا كان مستحوذ على المباراة من أول دقيقة لآخر دقيقة، وقدر يكسب بهدفين مقابل لا شيء. ولكن حدث شيء كالمعتاد بعد انتهاء المباراة، وهو من بلطجية الجزائر. الأمن المغربي أولاً مشكور بعد القبض على بلطجية المنتخب الجزائري. ده مش جمهور، ده ملوش علاقة بكرة القدم. اللي عملوا كده شوية عيال بلطجية وتم القبض عليهم وتم السيطرة على الموقف. شكراً للشرطة المغربية العظيمة اللي قدرت تقبض على البلطجية قبل الكارثة اللي كانوا هيعملوها في ملعب مراقش. في تصريحات قوية جداً اليوم من الرئيس الكاف الإفريقي بسبب ما حدث في مباراة الجزائر ونيجيريا، ابتداءً من لاعبي المنتخب الجزائري مروراً بجمهور المنتخب الجزائري. أولاً رئيس الكاف قال بأن اللي حصل ده لن ولم يمر مرور الكرام، وتطبق اللائحة كاملاً على المنتخب الجزائري. طبعاً اللائحة بتقول إيه في حالة أعمال الشغب أو البلطجة أو الاعتداء على أي واحد داخل المنظومة. أولاً غرامة مالية قوية جداً على المتسبب في ذلك. ثانياً حرمان المنتخب الجزائري من المشاركة في الدورة القادمة في بطولة كأس أفريقيا، لأن اللي حصل ده ما ينفعش يدخل تحت بند الجمهور متضايق أو الجمهور متعصب عشان المنتخب خرج من البطولة. لا، مفيش حاجة اسمها كده. في قوانين العقوبات، وده اللي هيطبق فعلا على المنتخب الجزائري وعلى بلطجية الجزائر اللي تعدي بالضرب واللي عملوا اشتباكات عنيفة جدا، وكان من الممكن ان احنا نشوف كوارث لولا تدخل الأمن المغربي العظيم في هذه المباراة. عرفتوا ليه يا جماعة أنا قلت لكم من أول يوم بأن بلطجية الجزائر اللي جايين من الجزائر للمغرب مش جايين يدعموا المنتخب الجزائري؟ عرفتوا ليه أنا بقول لكم إن دول ما يفرقش معاهم أبداً الجزائر يكسب ولا يخسر؟ لا، دول جايين وعايزين يوصلوا الرسالة اللي أنا كل مرة بقول عليها. إيه الرسالة؟ عايزين يثبتوا بأن المغرب فشلت في تنظيم كأس أفريقيا، وده مش حقيقي بشهادة الجميع. المغرب هي أفضل دولة عربية إفريقية تنظم أي بطولة، والدليل على كلامي خد المفاجأة دي. رئيس الفيفا أعلن بنفسه بأن المغرب هتستضيف كأس العالم للأندية عام 2029. رئيس الفيفا أعلن عن استضافة المغرب لكأس العالم 2029. خلي بالكوا الأحداث اللي حصلت من الجمهور الجزائري دي مش أول مرة. ده بعد المباراة لعيبة منتخب نيجيريا بتحاول تواسي لعيبة المنتخب الجزائري عن اللي حصل منهم، لكن لعيبة الجزائر ما تقبلتش هذا الأمر، بل كمان تعدى بالضرب على لعيبة منتخب نيجيريا. لا ومش بس كده، ده اللي حصل من نجم المنتخب الجزائري هو فضيحة بكل ما تعني الكلمة من معنى. شايف المشهد العبثي؟ شفتوا نجم المنتخب الجزائري عمل ايه مع واحدة بعد المباراة؟ أكيد كلكم شفتوا اللي حصل. ده اسمه إهانة، ده ملوش علاقة بكرة القدم، دي قلة أدب. ولكن هو ده اللاعب الجزائري. مش قادرين تقولوا الحقيقة ليه جزائريين؟ مش قادرين ليه تقولوا ان انتوا بتجاملوا لعيبة على حساب المنتخب الجزائري؟ انا عايز اعرف بس، مع احترامي لزيدان، هو أسطورة وكلنا بنحبه، ولكن هل لوكا زيدان ده على قدر المسؤولية؟ هل ده ينفع يبقى حارس المنتخب الأول الجزائري لكرة القدم؟ انتوا شفتوا الأهداف اللي دخلت في لوكا زيدان امبارح. يعني في مجاملات وفي ناس أصلا ما بتخافش على الجزائر، وفي الآخر بترجعوا بتقولوا مؤاوثة ومؤامرة من فوزي لقجع. طب هو فوزي لقجع قال لكم وقفوا لوكا زيدان؟ عارفين بيوقف ليه أصلا لوكا زيدان؟ عشان اختار تمثيل الجزائر. خد المفاجأة،
هو أصلاً ما اختارش تمثيل الجزائر، هو اضطر إن هو يختار تمثيل الجزائر لأنه عارف بأن في فرنسا لو قعد 100 سنة مش هيقف دقيقة، لأن إمكانياته محدودة وضعيفة جداً، وبالتالي اختاروا الجزائر. تاني شرط لزين الدين زيدان في حالة تمثيل لوكا المنتخب الجزائري سيكون الحارس الأول حتى على حساب المنتخب الجزائري، وبالفعل ده حدث. والحارس في أول اختبار صعب عرفنا إنه حارس ضعيف وحارس على قد الإمكانيات وحارس ما بيمتلكش أي حاجة في كرة القدم. ده ليه؟ ده عشان يرضوا زيدان بيضحوا بالمنتخب الجزائري. هو بالمناسبة كان سبب من الأسباب الرئيسية امبارح لخروج المنتخب الجزائري من هذه البطولة، لكن للأسف هم ما يقدروش يطلعوا ويقولوا الكلام ده. هم يطلعوا ويقولك بأن هناك مؤامرة وكولسة تدخل البطولة للمغرب، المغرب لا يستحق البطولة، انتوا بتجاملوا المغرب على حساب المنتخبات التانية. ده للأسف اللي بقى بيتردد دلوقتي من الإعلام الجزائري. مفيش حد بيطلع وبيقول كلمة الحق، مفيش حد بيقول بأن المنتخب الجزائري هو منتخب فاشل وضعيف مقارنة بالمغرب. والدليل على كلامي، أنا بقول للجمهور الجزائري شوف بنفسك المباراة القادمة المنتخب المغربي هيعمل إيه في منتخب نيجيريا اللي هو أصلا المنتخب الجزائري خسر منه. شوفوا وهتعرف فرق الإمكانيات ما بين المغرب وما بين الجزائر. المباراة القادمة طبعا يوم الأربع الموافق 14/1 السنغال في مواجهة مصر الساعة 7 بتوقيت مصر، بعدها مباراة المغرب ونيجيريا الساعة 10 بتوقيت مصر. خلاص اتحدد المربع في هذه البطولة، مصر في مواجهة السنغال، المغرب في مواجهة نيجيريا. كلنا بنتمناها إن شاء الله بدون مقاطعة يكون نهائي عربي خالص ما بين مصر والمغرب، وفي الحالة دي الفائز هنقول له مبروك والبطولة مش هتبقى راحت بعيد. لكن أنا ما زلت عند رأيي اللي أنا بقوله من قبل بداية البطولة، وخدها مني، المنتخب المغربي هو بطل لبطولة كأس أفريقيا 2025 عن جدارة واستحقاق بالأداء وبالنتائج. وكل ما يضر من الإعلام الجزائري المدلس بأن المغرب بتفوز بالكولسة وبالتحكيم، فكلنا شاهدنا المباريات الخاصة بالمنتخب المغربي. أكثر منتخب بيتعرض لظلم في هذه الدورة هو المنتخب المغربي، لكن ما يحدث من الإعلام الجزائري ومن الكارهين والحاقدين على المغرب هو مجرد ضغط على الحكام، بيحاولوا يوصلوا رسالة بأن المغرب بتتجامل عشان المباراة اللي بعدها يجي حكم ويظلم المنتخب المغربي. ده للأسف اللي بيسعى إليه بعضا من الإعلام الجزائري وبعضا من الكارهين والحاقدين على المغرب. إن شاء الله بقولها للمرة الثانية، سيتوج المنتخب المغربي بطل لكأس أفريقيا، المنتخب الوحيد اللي يستحق البطولة عن جدارة واستحقاق بالأداء وبالنتائج هو المنتخب المغربي. سيبونا رأيكم في التعليقات وقولوا لنا تتوقعوا مين بطل كأس أفريقيا، وما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو وتشتركوا معانا في القناة. وديما مغرب، واشوفكم في فيديو جديد.